الإصحاح الأول من عدد 21 ل 28. ثم دخلوا كفرناحوم وللوقت دخل المجمع في السبت وصار يعلم، فبهتوا من تعليمه لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتب. وكان في مجمعهم رجل به روح نجس فصرخ قائلا ما لنا ولك يا يسوع الناصري، أتيت لتغلبنا، أنا أعرفك من أنت قدوس الله. فانتهره يسوع قائلا اخرس واخرج منه، فصارعه الروح النجس وصاح بصوت عظيم وخرج منه، فتحيروا كلهم حتى ان سأل بعضهم بعضا قائلين ما هذا؟ ما هو هذا التعليم الجديد؟ لأنه بسلطان يأمر حتى الأرواح النجسة تطيع. فخرج خبره الوقت في كل القرى المحيطة بالجليل مجدا للصوص. دي حاجة بسيطة قوي كده، يعني باختصار يوم السبت دخل المجمع وهو بيعلم الناس البسيطة من تعليمه. قالوا الله ده تعليم جميلة داخل القلب غير اللي بنسمعه، وهم الناس مبسوطين. قام الشيطان عمل الهيصة بتاعته زي أي هيصة كده. فالسيد المسيح ما قبلش الكلام ده. يقول لنا كده الكتاب المقدس، يعني قال له اخلص واخرج منه. ففي الحال الروح النجس خرج منه. الناس انبهرت اكتر، ده مش بس تعليم، ده كمان في تنفيذ. الشيطان لما يقوم ويشتغل هو يقدر يوقفه. ده المعجزة اللي حصل. طيب احنا نستفيد ايه من القصة؟ وايه هدف الرب من وجودها في الكتاب المقدس؟ فيها حاجات كتير ناخدها كده باختصار. المجمع ليوم السبت زي العشية اللي بنعملها دلوقتي، وكانوا يجتمعوا في شوية صلوات قدسية يأدوهم، واحد يقول كلمة زي العشية اللي احنا بنعملها، شيء السبت. بس الناس اتبسطت من تعليمه لأنه حست انه الكلام بيدخل القلب، غير اي واحد ممكن ينسق في الكلمة ويحضر ويقول ويجيب كلام من بره ويجيب شعر ويجيب اقوال ناس والى اخره. لكن الواحد يسمعها ويطلع بره الكنيسة يحس انه سمع شوية كلام. ده يدينا انه الخادم لما يتكلم لازم يتكلم من عمق قلبه. لو كانت من قلبه هتدخل لقلوب الاخر حتى لو كلمات بسيطه. لكن يحفظ كلامه وهو ما ينفذهاش ويقولها للناس، اللي هيسمع كانه ما سمعش حاجه. كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتب. كما كتب كتير اتكلموا بس الناس ما استفادتش حاجه. كان في مجمعهم رجل به روح نجس فصرخ قائلا ما لنا ولك يا يسوع الناصري. وما زالت الأرواح النجسة بتسيطر على ناس كتير، بس بالتعبير يعني مش دقيق قوي. يقول لك فلان ده عليه دخل شيطان، في شيطان. هو ما في شيطان لأنه شيطان.
الشيطان ده روح، والروح ما يقدرش يدخل جسد الإنسان. لكن ايه اللي بيحصل؟ ان الانسان بيسلمه ارادته، يبقى فكر الانسان منقاد حسب ما الشيطان بيقول، هو ده التسليم. لكن واحد الشيطان يدخل في باب واحد ما يحصلش، دخل فيه ازاي في جسده؟ يعني جسد الانسان ما يسعش روح الشيطان، لكن يسيطر عليه. الإنسان يديله أفكاره، خلاص أنا موافق، الشيطان يدي أفكار كثيرة للإنسان. وطالما الشيطان أصبح قائد للإنسان والإنسان بيسلم له إرادته يحركه زي ما عاوز، ده ممكن بيحصل إنه يخليه يتكلم بصوت غير صوته ويعمل حركات غير حركاته الطبيعية، لأن الشيطان هو اللي بيحرك الإنسان. الشيطان أول ما ظهر الكلمات ما عجبتهوش، ما كانش يعرف إن ده السيد المسيح الإله المتجسد. عمل شوية شوشرة بيتكلم منه اسكت اخرج، الشيطان اتشاف فصرف. ما لنا ولك يا يسوع المسيح، انت جاي تعمل لنا ايه دلوقتي؟ احنا قاعدين في حالنا، ما نقدرش نقاوم، ما نقدرش نقف ضدك. يعني دايما لنا حتى لو قوة الشيطان كانت ظاهرة أمام الكل إنه كأنه قوي، لكن قدام ربنا قدام أولاد ربنا ما يقدرش يعمل حاجة. الشيطان مسؤول، ما لنا ولك يا يسوع المسيح، وده يكون لينا ثقة. الشيطان مش هيعمل لك حاجة. ناس كتير بتترعب يقول لك أصل عاملين لنا عمل، ده بنت كل عايز يدخل البيت تاني يوم ما نشوفوش، مش عارف ايه، اي عمل اقدم له يكونوا مبسوطين مني الاقيه وقف، اي شغلانه اشتغل فيها الاقيها اتقفلت. لا ما تخافش، كل ما تخاف كل ما الشيطان يزود شغله عشان يخوفك ويرعبك اكتر. ما تخافش، مش العريس مع ألف سلام يجي أحسن منه، شغلانة ضارت هتيجي الأحسن منها، ولنا ثقة في الرب. ربنا مش ممكن يسيب ولاده لعبة في إيدين الشيطان، مش ممكن. الثقة دي تخلي ربنا يقف معاك أكتر، لكن حاسس إن قوة الشيطان أقوى من قوة ربنا، طب خلاص اللي كده لما تطلب ربنا وقوته ما يتخلاش عنك. زي البستان بيدينا مثلا راهب كان عدو الخير الشيطان كل شويه يديله افكار، لغايه لما داخ وصرخ يا رب فينك؟ فين محامتك؟ قالوا انت هتهدي قاعد جنبك، انت قاعد بتقاوم لوحدك وخايف من الشيطان ومرعوب وسهران ومش عارف تنام، لكن ما طلبتنيش. وقت ما تطلبني تلاقيني جنبك. فياريت لما عدو الخير يحارب بأي نوع من المحاربات، أول ما تصل وتطلب معونة ربنا هتلاقي ربنا تسندك. لكن هتخاف ربنا مش هيسيبك، لكن هيستنى وينتظر لغاية ما تطلب. لكن احنا في ربنا، عشان كده الصورة اللي الرب بيطرق على الباب في مفتاح على الباب وهو بيخبط. طب ما هو
في مفتاح، اللي ساب المفتاح ده معناها ايه؟ اللي يجي ما يخبطش، يدخل على طول، يفتح على طول طالما سايبين المفتاح. حتى لو في مفتاح بره، انا اللي جوه يفتح، انا هخبط. اذا فتح لي حد من جوه هدخل، ما فتحش مش هفتح الباب حتى لو تسكت مفتاح. طب انا قايل لربنا من زمان انا ابنك وما تسيبنيش، ولو اي تجربه الحقني. اوكي ده جميل، سيبتك التجربه مصروف. أغنى لنا ولك يا يسوع الناصري، أتيت لتهلكنا. لأن الشيطان عارف إن السيد المسيح لما هيجي وبعد ما يقدم الخلاص أول واحد هيقع في الدينونة هو الشيطان، وبعد كده البشر اللي استجابوا لنداء الشيطان، فهم عارفين من دليل. وجيب كمان عشان تهلكنا تدلنا، لازم يقول كده جملة يعني تحتها 100 خط ما يكفيهاش. أنا أعرفك من أنت قدوس الله. يعني الشيطان عارف إن ده قدوس الله ابن الله، يعني فيها تساؤلات. طب لما الشيطان عارف إن ده ابن الله ما يسمعش الكلام ده، ما يستجيبش لصوته ليه؟ ما يخافش منه ليه؟ ما يؤمنش بيه ليه؟ واحنا ما نلومش الشيطان، لان احنا احيانا نظريا نقول يسوع المسيح ابن الله المتجسد وكل ده تمام حافظينه، وابانا الذي في السماوات حافظينها، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا حافظينها قوي، ونبقى حريصين لو الطفل بتاعنا قالها وقال كلمه غلط لا نصحح له. طب ما بنعملش كده ليه؟ ما ده الشيطان اللي قال انا اعرف من انت قدوس الله. الأصعب من كده يقول لنا الكتاب المقدس فانتهره يسوع قائلا اخلص. لا انت عاوز يقول لك ايه احسن من كده تاني؟ يقول لك انت ابن الله، انت قدوس، انت عاوز منه ايه تاني؟ وتقول له اخلص؟ يعني ما يقولكش قدوس تاني؟ ما يعترفش انك انت ابن الله؟ لانه دي معرفة نظرية. هو سيد المسيح بيقول لكل واحد فينا مش للشيطان بس، انت عاوز تبقى مسيحي ما تبقاش بالاسم. عاوز تقول لي ربي وإلهي يبقى لازم تؤمن ان ربي وإلهي، مش بس كده باللسان. وممكن في ناس غرب نهائي عن الكنيسة وغرب عن عبادة الله بأي شكل، ممكن يعبدوا أوثان وتقول لهم دي سورة مين؟ عارف؟ سورة العذراء، سورة المسيح. بس إيمانه بالعذراء وإيمانه بالمسيح هل زي إيمانك؟ طبعا مختلف. فكون يقولوا إن السورة دي لفلان أو ده كتاب مقدس، هو عارف إنه ده كتاب مقدس لكن ما عملش ولا كلمة فيه. فالمعرفة النظرية كل الناس عارفاها، عدو الخير عارفها، عارف إن المسيح هو ابن الله وقدوس، وعارف إن هو اللي هيدين وهو اللي هيهلكه، وبيقول له أنا عارفك
انت جاي تهلكنا، عارف انه انت مين، لكن رفض هذا المعرفة وقال له اخلص ما اتكلمش تاني. واخرج منه بالامر، ده سلطانه على الشيطان وعلى القوات النجسة. مفيش اي انسان ليه سلطان. السلطان صحيح اللي موجود عند اولاد الله ده من ربنا، اعطاهم سلطانا ان يدوسوا الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ده من ربنا مش من ذاته، مش عشان هو ابونا ده قديس ولا فلان ده قديس، لا، ده ربنا بيديها لخدمة اولاده مش لخدمته هو، لخدمة اولاده. الكنيسة كلها ممكن يكونوا محتاجين واحد يكون عنده هذه الموهبة يديها، بس في حالة ان الانسان يبقى حريص على ابديته، والا لو استخدمها وجاله فكر كبرياء ان هو احسن من بقية اخواته ابديته ضاعت. ما في ابونا فلان وابونا فلان، لكن في واحد فيهم يقدر يطلع عفريت ولا واحد. دي في حد ذاتها الفكر ده تضيع ابديته. عشان كده انا بحرصي على الاباء قالوا ما تدخلوش في الموقف ده عشان ما تدخلوش في التجربه، لانه ما اسهل عدو الخير يضيع الخادم اللي عنده هذه الموهبه. والمسيح بيقول لنا كثيرين يقولوا له اخرجنا شياطين باسمك، صنعنا قوات، عملنا وعملنا وعملنا، يقول لهم لا اعرفكم اذهبوا عني يا ملاعين. ليه؟ لأن الشيطان ضحك عليهم بالموهبة اللي عندهم، اداهم فكر الكبرياء، فكر العظمة، اداهم الغرور، اداهم احسن من غيرهم، يبقى ممكن ابدية تضيع. فصرعه الروح النجس وصاح بصوت عظيم وخرج منه. في تأمل جميل للقديس كيرلس الكبير بيقول لنا الناس رأوا أمامهم معلما لا يخاطبهم مثل الأنبياء السابقين، بل كإله عظيم تكسو له الروح قبل الجسد، رب الناموس. وبيقول عن اللقاء ده اسمه لقاء الراحة. كفر نحوم تعني كفر الراحة أو مدينة الراحة، والسيد المسيح هو الراحة نفسها للإنسان، مريح المتعبين، جاء لكي يقدم راحة للإنسان. وفي يوم السبت يوم الراحة، والإنسان اللي مسيطر على إرادته الشيطان يبقى تعبان، ويوم ما يفكه من حلقة الشيطان يبقى أعطاه كل الراحة. ريت نلجأ له ونقول له رب اللي أنت بتدور على الإنسان اللي خلصته وعطيته خلاص لكي تريحه، أنا محتاج هذه الراحة، ومش ممكن يبخل عنك. الشيطان لما بيقول له احنا عارفين من انت قدوس الله، الجملة دي هي قالها القديس بطرس، بس دي تختلف عنك.
مختلفة قبلها من القديس بطرس لكن ما قبلهاش من الشيطان، لأنه ده إيمانه بيها إيه؟ يختلف عن إيمان هذا بهذه الكلمة. يقول لنا برضو أحد الآباء القديس بطرس قالها لكي يحتضنهم المسيح لأنه هو ابن الله. فالشياطين قالتها علشان بتقول له اتركنا وانت تقدر تتركنا وتسيبنا في حالنا زي ما احنا عاوزين. دي مختلفة عنها. ورفض الرب شهادة الشيطان، قال له اخرس، ده يخلينا نبقى حريصين في كلامنا وخاصة عن الرب. عاوز تشهد لربنا وتروح تكذب وتحلف تتصرف غلط، ربنا مش هيقبل. وفي ناس يقول لك دول ماسكين يعني سيرة المسيحيين وسيرة أبونا وسيرة فلان، وده بيعكس فلانة وده بيعكس فلان، وأنا لازم أقف لهم. ويتخانق ويشتم ويضرب. ما فرقتش، أنت ما دفعتش عن مسيحيتك. لأن الرب بيطلب بأعمالنا. يرى الآخرين أعمالكم فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. مش هطول عليكم، لكن يعني من ضمن الفوائد اللي ناخدها في هذا الموضوع، أول حاجة مجيء المسيح أثار الشيطان وخلى الشيطان يجيب بهيج الدنيا. وده بيحصل أي واحد في روح الرب يدخل في حتة ممكن تلاقي الشيطان هيجي الدنيا. الشيطان هيجي خدمة ناجحة يحاول فشكله، يحاول. حد ماشي صح ممكن يحط له عقبات في طريقه، بس ده ما يخوفناش. لا بلاش التليفون يا ابونا، ما تردش اصلا، احنا في الكنيسه ما تردش. شوف قول له اكلمك بعدين، لكن اثناء الاجتماع التليفون وتتكلمنا ما ينفعش. وفي القداس ممنوع اي حد يفتح تليفون. فضلكم ما ينفعش من قبل ماسك الذبيحه ورد على التليفون ايوه طيب ويحل المشكله وهو في الهيكل، ما يجوش. ده المفروض الطالب اللي في المحاضره ويفتح التليفون ياخد التليفون منه. انا كنت بعمل كده في الكلينيكيه، ما بقاش حد من الطلبه في محاضره يمسك التليفون ويرد عليه، اخد التليفون ومع السلامه ما ناخدوش تاني، يتأمن. حاجات التأمين. تعالى خد عشان انت بتلم الكتب وبتقرا. مجيء المسيح أثار هيجان الشيطان، فما تتضايقش عشان تقدم. فالخادم الأمين لما يلاقي فيه بعض الناس هيجي على خدمته ما تقلقش،
ولا يهمك ولا يهمك فدمت صح مفيش أي أغراض شخصية ليك اللي يمسك عليه الغلط يقولها، لكن هاي كده وبس واحنا مش هنسمع أي كلمة تصاب ضد خادم ناجح وخادمة ناجحة إلا إذا كان في حاجة حسب بتاعها. والشيطان خايف من المجيء التاني، كل ما الأيام تقرب ويحس إن السيد المسيح هيجي والدينونة هتيجي، لا اشتغل بكل قوته عشان محدش من البشر يخلص. كل ما الأيام تنتهي كل ما الحروب تزيد وكل ما الإغراءات تزيد. يعني الإغراءات اللي ماشية في النت وفي التلفزيون وفي مجال، والخطية أصبحت يعني الطفل من تاني يوم بيعرفها. العيال دلوقتي في سنة ابتدائي والإعدادي اللي معاهم موبايلات بيتبادلوا الصور الوحشة مع بعض، يعني مش مع بتوع الجامعة ولا الكبار ولا العيال الصغيرة. وصور الفنانين والفنانات، أنا لما صاحب على الأولاد وريني الموبايل بتاعك فين، عندي فلانة وعندي فلانة وهو على طول. يعني ده ليه؟ لأن عدو الخير الآن زي ميعاد امتحانه قرب لازم يذاكر كتير، هو كده لازم يشتغل كتير عشان يوقع الناس اللي فضلوا. مش عاوز حد يدخل لك اللي هرب مني زمان والقديسين والشهداء ده خلاص دول ضاعوا من ايدي، هو يقول يعني، لكن اضمن الباقيين ما يهربوش. فكل ما صار الحروب حس انه المجيء جاي، الشيطان هايج فما تدوش فرصه. وحيثما الله يشتغل الشيطان يحاول يقاوم. عشان كده معروفة للكثيرين الكنيسة الناجحة تلاقي فيها مشاكل بس نجاحها مستمر، والمشاكل اللي بيحطها الشيطان ده حاجة تانية ونقول برضه ده ما يقلقناش، لأنه قوة الله أكثر من قوة عدوه. أيضا يوضح لنا أن ربنا مش محتاج شهادة إنسان ما يؤمنش إيمان حقيقي فيه، يكفي الإيمان به من غير ما نتكلم. هي دي الشهادة الحقيقية. كون إيمان ضعيف وعاوز أشهد له بالحلفان وأشهد له مرفوض. آخر حاجة إنه الخداع والرياء اللي عمله الشيطان. أنا عارف أنت مين، أنت قدوس الله. ما يضحكش على ربنا، ممكن يضحك على أي واحد فينا. أنت طيب يا منى، أنت فيك صفات كويسة وعاوز كذا كذا، خلاص يضحك على ولاد كلمتين، يضحك على كلمتين، يضحك على أي حد. كان يقدر يضحك على ربنا يقول أنا عارفك أنت يعني قدوس، أنت ابن الله، سيبنا بقى في حالنا. يقول لك الكلمتين يعقبوه. لا، ربنا ما يقبلش الكلام ده، انتهى يقول له اخرج. سؤالين جم متأخرين، متى سن رسامة الشمامسة في أقرب وقت، وما هي شروط الواجب توفرها؟ متهيألي الفترة اللي فاتت زادت حكاية الأطفال الصغيرين أوي،
عاوز اشرب. لو كنت في 5 سنين ما يقدرش يستحمل 3-4 ساعات في الحر ده من غير ما يشرب، ما يقدرش يستحمل يقف وهو باصص صاحبه وابن عمه اخوه اخته اللي في سنه وقف في الكنيسه وياكل قربان، وقعد يعمل كده وما حبسولي في العيد. انا قلت لكم طفل صغير كان مره وكان في الدنيا انا مش عاوزها. ليه حبيبي؟ قال لي انا مش بعمل حاجه، بقعد في الهيكل ما تزنقش على المذبح، ما تمسكش الشريه، ما تمسكش الشمعه، وقاعد كده وخلاص ما تقعدش. لما اكون شمات يعني عاوز يدربهم، اي طفل يروح يلحق يقعد يروح مقومه اقف على هذا، ما تسندش على الخير، ما تسندش على المذبح. طب ما هو مش قادر 4 سنين 5 سنين، هو ذنبه ايه؟ وطفل تاني في مرة عيط يقول لي انا ما كنتش عامل زي ماما. طب هنعمل ايه بقى في ماما اللي عاوزة تلبسك التاني؟ فيستحسن لما يكبر يقدر يقول كلمة يبقى مبسوط، يبقى عاوز يقول الكلمة اللي بعدها، بيعرف يمسك الشرية. شكرا حبيبي، خدي تعالي. يبقى يقدر يمسك الشرية، يمسك هما بيدوروا على انهم يجيبوا ورق زي بعض كويس. لما يكبر يقدر يستفيد. فمن فضلكم السن اللي بتعلموه لنا الزلسقلية انه لازم يكون يقرا الكتاب المقدس ويفسره. عشان يفسر الكتاب المقدس مش هيبقى اقل من ثانوي، فاحنا نخففها شويه. يا اخي ملاك، السن اللي ينفع ايه؟ السن المناسب لرسامة اول درجة في الشموسية. اللي هتقوله من غير السن. تمام، اوكي. يبقى بصوا النظام يكون خد له سنة حفظ الحان، وفي 5 ابتدائي يدرس. محدش يجيب حد ويقول عاوز نرسم، يبقى يلجأ لأبونا اللي في الكنيسة وأبونا يكتب الأسماء، ولو هنرسمه في كنيسته وخلاص يبقى أبونا هو اللي يجيبهم. هيجيبهم في العزب يجي معاهم، لأن أبونا يبعت 5 وقدام هيترسموا، ألاقي 15 وقفوا في الطريق لما كل أصحابه وقرايبه. تعملت لنا مشكلة. واحد جاي يترسم جاب 4 معاه كلهم أصغر منه قرايبه. بصينا العدد اللي جايبه أبونا كان 9، لأنهم 25 كلهم أطفال صغيرين، يعني مش هنفتح حضانة احنا في الهيكل. فوصلت الدرجات قلت مش هرسم، والكبار زعلوا احنا ايه ذنبنا، وقلت لهم ذنبكم انكم جبتوا صغيرين، انا مش هقدر اقنع الصغيرين ان ما يترجموش وانتوا عشمتوهم. قلت لهم تعالوا. فده دور ابونا والشمامسه في توصيل المعلومه. ايضا مسؤوليه الاب والام، ما تحشمهمش في حاجه هتضرهم. يعني ينفع تعشم ابنك وهو في اولى ابتدائي؟ تعالى خد، تعالى حبيبي، تعالى. تجيب له، شوف، تجيب له لبس بنطلون وقميص وهو في اولى ابتدائي، وتروح تدخلك مع اخوك في اولى اعدادي؟ طب ازاي؟ ده لو المدرسه وافقت يبقى بتأذيه.
تخيل طفل في اولى ابتدائي يدخلوه في اولى اعدادي، هيفهم حاجه؟ وانت طلعته ولا نزلته تحت؟ نزلته. لو قعد 5 سنين بالحاله دي مش هيستفيد. مسألة يعني جت متأخرة. بمناسبة العمل بالتوقيت الصيفي، هل سيتم تغيير موعد الاجتماع؟ ما احنا كأنه غيرنا برضه، فينا 7:30. الاجتماع عاوزين نتأخر شوية؟ نعم. يتقدم؟ لا يتقدم، ده يبقى كأنه جينا الساعة 4. يتأخر شوية. ده دلوقتي معناها 7:30 يعني 6:30. صح؟ معناها 6:30. لما تجيش 5:30 يبقى نيجي 7:30. نشوف الشمس دلوقتي لسه يا دوب، ودلوقتي 8:30. الآباء يتفقوا ويقولوا لي خلاص نخلينا في 7:30. هي بعد شوية شهر كده وهتتغير تاني، وشهر توقيت الشتوي يدخل، فيبقى هو 7:30 صيف شتاء، تغيير قديم جديد زي ما هو كده. ماذا نفعل في أولادنا الذين تخرجوا من الجامعة ومعظم وقتهم أمام الشاشة والنت والألعاب الإلكترونية؟ إذا كلمناهم بيتهانوا في كلامنا، بيسخروا. يعني على مهلكوا عليهم، على مهلكوا عليهم، ما تضغطوش. والآباء برضو يركزوا في استخدام طاقتهم في الخدمة. حاضر. يعني الأخت دي هكلمها بالتليفون وتحت أمرها، أو أكلمها بالتليفون. نظرا للظروف الأمنية وعدم دخول سيارات العروسين إلى داخل الدير، ما رأيك في توفير سيارة هيدروماتيك خاصة بالدير لنقل العروسين من خارج الدير إلى داخله، ويتم تحميل ثمنها كاشتراك يضاف إلى رسوم الكنيسة؟ ندرس الموضوع ده، لكن يعني تبقى جميلة كده، ما يكونوش ركب التوك توك نزفهم في توك توك، تبقى لذيذ قوي. ايه رأيكم؟ العشية 6:30 والاجتماع يبتدي 7:30. إذا كان التوك توك كويس، احنا عندنا 2 في الدير ومحدش بيستخدمهم إلا نادرا يعني، لكن نجيب عربية حلوة. هو في أنا حلل الموضوع ده اللي هو عامل زي القطر للكرمة، اسمه ايه؟ طفطف. طفطف ده يشيل الأسرة، العروسة والعريس و10 معاهم. والطفطف ده في الكرمة. اللي عاوز الطفطف يقول لهم هاتوا لنا واطلعوا لنا بره، وياخدوا العروسة والعريس من مكان العربية ويدخلهم لغاية الكنيسة. ده حل مؤقت. نعم. لا ده دوكا حاجة تاني. ده طفطف عامل زي القطر، عربيتين ويجري على الأرض مش في السماء يعني. نعم. معلش، في ناس حاسين ان المسافة بعيدة، فيبقى متروك اختيار، يشوف الاشتراك بتاعه ايه مع بتوع الكرمة ويحجز
بس ما يحجزوهوش ويفضلوا بقى يعني العروسة يكونوا الفرح الساعة 7 تيجي 8 الا ربع، هيسيبها ويمشي. ودي مناسبة انه يا ريت نلتزم بالمواعيد، لانه ده بيعطل اللي بعده ويعمل خناقة ويعمل خناقة، ويجي فرح في النص ميعاده يسقط. ده كان معادي 8 ما ضاع ما بين 7 و9، لانه بتاع 7 جت 8، بتوع 8 يقوم في ميعادهم، بتوع 9 يقوم في ميعادهم، خلاص لازم يدخلوا، بتوع 8 ما دخلوش، فبتبقى مشكلة. قال المتناهي قداسة البابا: من حق الشعب أن يختار رأيه. شكرا يا حبيبي. خد الملبسة بتاعتك، تعال. فكيف يتم رسالة كاهن في الكنيسة بدون مراجعة الشعب؟ يعني عشان الآراء الكتيرة بنكتفي بالآباء الكهنة والخدام والخادمات واللجنة وبعض من الشعب، لكن مش كل الشعب. أنا لو حطيت اسم لكل الحاضرين مش هيتفقوا عليه، مش هيتفقوا عليه. لكن بنعمل كده وبناخد نسبة، يعني لو 70% موافقة و30 لا، مش هاخد بال30، لأن عمره ما هنجيب نسبة 100%. ال70 يدل على إنه مقبول بس. ففي تزكية، اسألوا مع الآباء فين التزكية وقول رأيك. يعني ايه الزوجة السيدة اللي طلبت شغل عنده صحة جيدة هو على المعاش ويريد عمل أيضا، لا وهي عاوزة تطلع بره ويسيب جوزها، لا ما نسمحش بكده. يعني يبقى احنا بنعمل على تقسيم الأسرة، لا. حتى لو هو وافق يمكن ممكن يكونوا زعلانين مع بعض ويقول لك اهو ده حل، تطلع بره وتسيبني وانا اقعد براحتي شويه، لا لا لا، احنا ما نتدخلش في كده. لكن واحده مش متجوزه، واحده ارمله وادت مسؤوليتها مع اطفالها وقاعده فاضيه عاوزه تقوم بالخدمه دي، اهلا وسهلا. لكن واحده ليها بيتها وزوجها واولادها وعاوزه تخدم خدمه بره في الخارج، ما نقدرش نشترك في حاجه زي كده. يعني انا هشوفها واشوف ظروفها ايه، اذا كانت ظروفها تسمح نقف جنبها في حاجه زي كده اوكي، ما تسمحش ما نقدرش. اتفضلوا. لله كل مجد وكرامه الابد امين. Kyrie eleison, Kyrie eleison.
ولا محفظة الله ونعمة لكل